مع الكابتن رضا عبد العال وهو بيهين الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وقاعد يهين فيه وقاعد يقول له انت بقالك 23 سنه مش عارف تاخد كاس مصر ولا خدت اي بطوله مع اي نادي انت دربته فيه. والمدرب ومنتخب السنغال مشى منتخب السنغال والسنغال مشت المدير الفني بتاعها اللي كان واخد البطوله الافريقيا السنه اللي عدت في المغرب. بقول لك واخده من بطل افريقيا السنغال من المغرب، اقوى فريق بتاع المغرب السنغال واخده منه البطوله في قلب المغرب، وانت مش عارف تعمل اي انجاز ولا عارف تعمل اي حاجه. والمغرب مشت المدرب بتاعها والسنغال مشت المدرب بتاعها، وانت انجازاتك ضعيفه كلها وما عملتش اي حاجه. وهنخش للنادي الاهلي ونادي الزمالك واتحاد الكاف الاتحاد الافريقي رفض الاقتراح اللي كان عامله هاني ابو عيده عشان يدخل النادي الاهلي يعمل يلعب بدل مكان الزمالك او يلعب ثالث في دوري ابطال افريقيا تاني، يخش تاني في دوري ابطال افريقيا. والكاف رفض الاقتراح اللي باتحاد الكره المصري، وكده الاهلي مش هيلعب في بطوله الكاس الاتحاد الافريقي هي البطوله الثانيه. ونجيب ساويرس بيهدي لعيبه المنتخب كل واحد مليون جنيه بالجاز اللي هو معمله في كاس العالم. نجيب ساويرس وتقليص قضايا نادي الزمالك النادي الملكي الى 9 قضايا بعد تقسيط فقط في رجالي ساسي تقسيط المبلغ بتاعه. كده خلاص الزمالك عليه 9 قواضي فقط من الاتحاد الدولي لكرة القدم. وتريزيجيه رسميا الى النادي الرياض السعودي، تريزيجيه رسميا الى النادي الرياض السعودي. قيمة العقد $1,200,000، قيمة العقد $1,200,000. العقد بس كده خلصوا كل حاجة، مستنيين توقيع محمود حسن تريزيجيه لانضمامه الى نادي الرياض السعودي. نادي الزمالك ما وافقش على بيع حسام عبد المجيد الى النادي البرغالي. الزمالك رفض بدون ادوار، رفض ان يمشي حسام عبد المجيد عشان الزمالك اصلا كده واقف. الزمالك وصعد 5 لعيبه الى الفريق الاول، الزمالك صعد 5 لعيبه الى الفريق الاول عشان يلعب معاه في الدوري وبطوله دوري ابطال افريقيا بسبب اللي واقف. وابراهيم صلاح هيفضل مع نادي الزمالك حتى لو معتمد جمال مشي، هيفضل مع المدير الاجنبي. وابراهيم صلاح هيفضل مع المدير الاجنبي حتى لو هو مشى. حتى ابراهيم صلاح هيفضل. القرار ده من جون ادوار هيفضل ابراهيم صلاح زي ما قلنا. وبكره موعد مباريات من ربع نهائي كاس العالم، بكره نصف نهائي كاس العالم، معلش اسف، نصف نهائي كاس العالم بين اسبانيا، منتخب اسبانيا ومنتخب فرنسا. في نصف النهائي المباراه هتتلعب في بتوقيت الساعه 11 مساء على قناه بين سبورت ماكس. نصف النهائي ويوم الاربعاء هيتلعب منتخب الارجنتين ومنتخب انجلترا الساعه برضه 11، يوم الاربعاء برضه الساعه 11.